القواد الأعظم ده الاسم اللي سماه له المصريين موافي المخابرات صفوت الشريف. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته ونشهد الله أنه طغى وظلم وتجبر. ده الكلام اللي قاله أخو عمر خورشيد يوم وفاة وزير إعلام مبارك صفوت الشريف. هل كان صفوت الشريف مظلوما وضحية ولا كان إبليس وماشي على الأرض؟ في 19 ديسمبر 1933 اتولد محمد صفوت الشريف في قرية زفتة في محافظة الغربية. أبوه مات وهو صغير، بس أبوه كان عنده مكتبة كبيرة جدا من الكتب، وصفوت الشريف قراها كلها وأثرت بشكل كبير جدا على شخصيته وعلى دماغه وخلته سابق لسنه. وكان بيحلم من صغره انه يبقى ضابط او قاضي زيه زي الاف من الاطفال، لكن لما كبر عرف يحقق حلمه وقدر انه يخش كليه الحقوق، وعلشان كده اتنقلت امه معاه هي واخته لمحافظه القاهره. بس يا دوبك هو شهر واحد وجاب واسطه من البلد ودخل الكليه الحربيه علشان يتخرج ضابط في الجيش. بس خد بالك بقى، سنه 1957 انضم لجهاز المخابرات العامه المصريه اللي كان لسه جهاز جديد وبيدور على كفاءات يضمهم ليه، واشتغل تحت رئاسه صلاح نصر. واللي ما يعرفش صلاح نصر هيلاقي حلقته بالتفصيل المميت. المهم ان اتدرب صفوت الشريف اللي لقى نفسه قوي في جهاز المخابرات العامة، وبعد ما خلص تدريبه بكفاءة منقطعة النظير اشتغل في قسم التحريات والمراقبة. بعد كده اشترك في عملية القبض على الجاسوس فؤاد محرم، واللي كانت من أقوى العمليات المخابراتية لمصر في التوقيت ده. سنة 62 تم نقله لقسم المندوبات واللي اتعرف باسم السيطرة أو الكنترول. ويا دوبك هم كام شهر وأصبح صفوت الشريف اللي حب القسم ده قوي هو رئيس قسم السيطرة أو الكنترول في المخابرات العامة تحت اسم الضابط موافي، وده كان الاسم الحركي لمحمد صفوت الشريف. والغرض من الكنترول هو ابقاء بعض الشخصيات المهمة والمؤثرة من الجميلات والممثلات والفنانات تحت السيطرة فعليا عن طريق تصويرهم في اوضاع مخلة بالاداب صوت وصورة، وبعد كده طبعا يتم تهديدهم وابتزازهم ويتقال لها اللي حصل ده اتصور نذيع ولا تخري بقى باللي عندك وتعملي اللي هنعوزه منك. بعد كده طبعا وبعد موافقتهم بيتم تجنيدهم وتسليطهم على شخصيات بعينها، وطبعا كل الشخصيات اللي بيسلطوهم عليهم بيبقوا اصحاب مناصب ونفوذ او ماسكين مواقع حساسة جوه مصر وبره مصر، مصريين وعرب واجانب. وطبعا موافي رئيس القسم دون كان هو اللي بيرشح الشخصيات من البنات والممثلات والفنانات الجميلات اللي هيتم تجنيدهم، وهو بقى اللي يفحص ويمحص ويتمحص ويقول دي تنفع ودي ما تنفعش. وللأسف اتصورت مئات الأفلام الجنسية، وللأسف برضو في بعض الشرايط دي اتهربت للخارج واتباعت بأسعار فلكية. ده غير بقى ليالي السمو الروحاني، وده اللي قالته اعتماد خورشيد في كتابها شاهدة على انحرافات صلاح نصر، واللي قالت فيه ان ليالي السمو الروحاني دي كانت ليالي بتتم وبتتعمل تحت إشراف موافي، وبيتم فيها شرب كميات كبيرة جدا من الخمور للدرجة اللي تخلي الكل يتصل تماما، بحيث ان اي حد ممكن يعمل اي حاجة وكل حاجة مع اللي جنبه، تطلع بقى ست تطلع راجل تطلع مرات مين في حضن مين، اي حاجة وكل حاجة كانت بتتعمل. وطبعا الليالي دي ما كانش في حد بيحضرها غير النخبه من جوه مصر برضه ومن بره مصر والوطن العربي كله، وطبعا كان بيحضرها مجموعه كبيره من الممثلات والراقصات وسيدات المجتمع الراقي. وللاسف الوضع المزري دون فضل موجود لغايه نكسه 67 علشان يتفتح بعد اللي حصل طبعا باب التحقيق في اشهر قضيه فساد شافتها مصر واللي اتعرفت باسم انحرافات صلاح نصر. طبعا تم اعتقال عدد كبير جدا من المتورطين في عمليات الكنترول، وطبعا كان على راسهم صفوت الشريف اللي اعترف في التحقيقات بدوره في العمليات دي، وقال انه كان بيرشح الفنانات والستات الجميلات اللي تصلح للتجنيد، وانه كان بيصورهم بنفسه في الكمين اللي كان بيتنصب لهم، وحكى ازاي جند فنانات كتير في التحقيقات واللي كان على راسهم سعاد حسني وغيرها من الفنانات. وقال ان كان التجنيد بيتم عن طريق فنانه مغموره كان اسمها ليلى حمدي اللي
اللي كانت بتشتغل مع الجهاز في التوقيت ده، وقال ان هي كانت بتضحك على الفنانات امثال سعاد حسني وغيرها، وقالت لهم ان في منتج فرنسي عاوز ينتج فيلم كبير. وطبعا المنتج الفرنسي دون كان شغال مع المخابرات العامه المصريه، وطبعا المنتج الفرنسي دون عايز يشوف النجمه علشان ينتج لها فيلم كبير جدا. وبعد استدراجها في الشقه اللي كانت مجهزه بكل وسائل الكاميرات المخفيه والحديثه في التوقيت ده، يتم القبض عليها متلبسه في التوقيت المناسب، ويتقال لها ان الشخص اللي معاكي دون جاسوس، واللي حصل ده كله تم تصويره ما بينكم، وبيتم طبعا مساومتها، اما التجنيد او الفضيحه والقبض عليها طبعا عشان بتتعاون مع جاسوس. وطبعا الفنانات كانت بتوافق تحت التهديد وتجنبا للفضيحه والمساءله القانونيه. وفي نهايه التحقيقات مع صفوت الشريف قال ان فكره تجنيد الستات بالطريقه دي هي فكره عالميه واداه من ادوات المخابرات في العالم كله، وتم اعتبار صفوت الشريف شاهد في هذه القضيه بعد ما اثبت بالادله القاطعه انه كان مجرد متلقي للاوامر والتعليمات من صلاح نصر مش اكتر. بس في 26 سبتمبر 1967 تم احاله محمد صفوت الشريف للمعاش المبكر وهو في سن 35 سنه، واختفى صفوت الشريف عن المشهد كله لمده 10 سنين. وبالتحديد في سنه 1977 قابل صفوت الشريف صديقه المقرب حسن عليش، الراجل الثاني في المخابرات بعد صلاح نصر، واللي كان في الاصل صاحب فكره الكنترول لصلاح نصر. وقدر حسن عليش انه يعرف صديقه المقرب صفوت الشريف بمرسي سعد الدين رئيس هيئه الاستعلامات في التوقيت ده في عهد انور السادات، اللي اسند لصفوت الشريف بعد ما شاف انه كفاءه وحرام انه يتركن كل السنين دي بعض الاعمال الاداريه في هيئه الاستعلامات. ولما لقاه نشيط جدا وذكي وقف مرسي سعد الدين مع صفوت الشريف بكل قوه وحسم، لدرجه انه عينه في وقت قياسي وكيل لهيئه الاستعلامات، وده كان منصب كبير. بعد كده مرسي سعد الدين بدا يحس ان صفوت الشريف نابغه في مجاله وانه هيعليه وهيقف في ظهره، واقنعه بالانضمام للحزب الوطني الديمقراطي اللي كان لسه ساعتها بيتاسس ومحتاج كوادر شابه عشان توقف الحزب على رجليه، عشان يدخل صفوت الشريف بقوه في دهاليز السلطه. وبعد الامل اللي بدا يوصل لها صفوت الشريف طار على مرسي سعد الدين وقال له انا مش عارف ارد جمايلك عليا دي كلها ازاي يا فندم، عشان بعديها بكام يوم يستقبل مرسي سعد الدين خبر صاعق وهو اقالته من منصبه وتعيين محمد صفوت الشريف رئيسا لهيئه الاستعلامات. والكل ساعتها اجمع ان صفوت الشريف هو السبب الرئيسي في اقاله مرسي سعد الدين من منصبه بعد ما نصب له فخ كبير عند الرئيس السادات. وخش في حلقه بليغ حمدي وانت تعرف تفاصيل اللي حصل بالتمام والكمال. واستمر صفوت الشريف في منصبه اللامع كرئيس هيئة الاستعلامات لمدة 2 سنين، وبالتحديد لسنة 1980. بعديها تم ترقيته وتوليه منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. وفي مايو 81 يخرج عمر خورشيد بعد ما خلص شغله في ملهى ليلي في شارع الهرم، وتطلع وراه عربية تطرده، واللي كان فيها مجموعة من الأشخاص بيشتموه وزنقوا عليه بالعربية بصورة مرعبة علشان تدخل بيه العربية في جزيرة في وسط الطريق وتتقلب كذا مرة ويطير جسمه من بره العربية ويموت في ساعتها. وده الكلام اللي قالته زوجة عمر خورشيد اللي كانت معاه في العربية في شهادتها اللي أدت بيها قدام النيابة. وكل الكلام اللي اتقال ساعتها ان المطاردين كانوا مجموعة من السكارة وما يعرفوش ان عمر خورشيد وزنقوا عليه بالعربية. بس ناس تانية طلعت في التوقيت نفسه وقالت ان سبب الموت ان عمر خورشيد كان في الوفد اللي سافر مع رئيس السادات لموضوع كامب ديفيد، وان اللي تسببه في موته كانت مجموعة بتختال كل اللي شاركوا مع السادات في الزيارة. وخصوصا ان قبليها بحاجة بسيطة كان تم اغتيال يوسف السباعي وبرضه كان في الوفد المشارك لانور السادات. المهم اتقفل الموضوع ويدوبك هم كام شهر وتم اغتيال الرئيس السادات، وتولى الرئيس مبارك حكم مصر في اكتوبر 81. وعلى طول تم تعيين صفوت الشريف اللي كان دوره بارز جدا في الحزب الوطني واصبح رجل دولة قوي، تم تعيينه في منصب وزير الاعلام. ودي بقى تعتبر الفترة الذهبية لصفوت الشريف اللي شاف فيها وبيها اجمل ايام عصره، واللي تم وصف صفوت الشريف بانه كان دولة لوحده، وده بحكم انه كان من القريبين جدا والاقوياء جدا للرئيس مبارك، لدرجه ان رؤساء وزراء كتير جدا مع مبارك ما كانوش طايقين صفوت الشريف حرفيا عشان يا ويل اللي يحطوا صفوت الشريف في دماغه. زي الدكتور كمال الجنزوري لما حكم نفسه في مذكراته وقال ان صفوت الشريف كان بيحاربه بطرق غريبه ومريبه وبيضرب فيه وفي حكومته اسفين مع الرئيس مبارك. علشان كده الجنزوري بيقول قررت انتقم منه وعملت لصفوت الشريف ملف كامل متكامل وقدمته لنائب معارض في مجلس الشعب، وقال طلبت من النائب انه يعمل استجواب لصفوت الشريف في مجلس الشعب، وقلت له اديك يا سيدي معاك ملف كامل من المستندات والادله. يوم النائب المعارض يعمل ايه؟ اخذ الملف
اكتب كل مستنداته وسلمه يدا بيد لصفوت الشريف. والنائب قال لصفوت الشريف بعد ما سلموا الملف بايده: قول للدكتور كمال الجنزوري مش انا اللي اقع في كمين انتوا الاثنين عاملينهولي، ولا عمري هشرب الكمين ده ولا البسه. صفوت الشريف مسك الملف وفحصه وعرف اللي الجنزوري عمله كويس، وبعد ما ظبط الملف تمام قال للنائب: خد بقى الملف بعد تظبيطه واعمل لي استجواب في مجلس الشعب. وطبعا الجلسه اللي اتعمل فيها استجواب لصفوت الشريف ما اتذاعتش في التلفزيون، بس بعد الاستجواب طلع صفوت الشريف على الرئيس مبارك وقال له على اللي عمله الجنزوري، وانه عاوز يشوه صوره رموز الحزب الوطني قدام الراي العام يا ريس. وطبعا ده كان مسمار كبير في نحش الجنزوري عند الرئيس مبارك. صفوت الشريف استغل سلاح الاعلام اسوأ استغلال في تسليطه على اي شخصيه مضايقاه مهما كان منصبه، لدرجه انه اطاح فعليا بوزارات واصحاب نفوذ من كراسيهم وخلى الكل يعمل له مليون حساب. واستمر صفوت الشريف في منصبه كوزير للاعلام لمده 22 سنه كامله. وفي 2001 صرحت سعاد حسني الله يرحمها بقى انها هتكتب مذكراتها وتقول كل اللي حصل معاها الله يرحمها بقى. وطبعا الكل عارف الله يرحمها ويحسن اليها ايه اللي حصل لها. وفي 2002 اتولى صفوت الشريف منصب الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي. لكن في التوقيت نفسه تظهر على الساحه مجموعه جمال مبارك، وطبعا كل وقت وليه اذان، ورجاله مبارك كبروا وعجزوا، علشان كده كان لازم يطلع قرار بالاحلال والتجديد لبعض المناصب الحساسه واللي بتشغل مناصب قويه في الحكومه، زي اللي حصل مع كمال الشاذلي وحلقته موجوده وهتشوف اللي حصل معاه بنفسك، وغيرهم من الرجال البارزين مع مبارك، لحد لما جه الدور على صفوت الشريف وتم اصدار القرار بتعيين انس الفقي وزيرا للاعلام. وتم تعيين صفوت الشريف اللي كان الرئيس مبارك بيحبه جدا في منصب رئيس مجلس الشورى، والكل قال ان صفوت الشريف انتهى بالمنصب ده، لكن موافي ما بينتهيش، وظهرت قوه حقيقيه ومخالب لمنصب رئيس مجلس الشورى ما كانتش بتبان قبل كده، زي سيطره مجلس الشورى بحكم وظيفته على الصحافه المصريه اللي كانت لسه بخيرها في التوقيت ده، وسيطرته على تعيين رؤساء مجالس ادارات الصحف ورؤساء التحرير وخلافه من الحاجات اللي رجعت صفوت الشريف على الساحه بقوه، وبرضه اصبحت ليه كلمه مؤثره من خلال الصحافه ورجال الصحافه. بس الغليان كان بيزيد في التوقيت دون كل يوم على التاني، والتصاعد كان مستمر من رجاله مبارك اللي البلد كانت شايفه ان هم سيطروا على كل حاجه، والكلام بدا يزيد ويعيد عشان نيجي لثوره يناير وينتهي عصر مبارك ونظامه ورجالته، واللي كان على راسهم طبعا صفوت الشريف. وبعد الاطاحه بنظام مبارك الكل بقى طلع وبعبع. الكاتب عادل حموده اصدر كتاب نساء صفوت الشريف اللي شرح فيه في الكتاب دون عمليات التجنيد اللي عملها صفوت الشريف مع الستات وابتزازهم، ده غير بقى الاعمال السينمائيه اللي طلعت اللي جسدت كل اللي كان بيتم في التوقيت بتاع الستينات، زي كاتب وحيد حامد لما كتب فيلم كشف المستور، واللي اظهر فيه بوضوح شخصيه ضابط المخابرات اللي كان بيجند الفنانات، والفيلم موجود وشوفوه. وطلع اخو عمر خورشيد وقال ان السبب الرئيسي في وفاه اخوه عمر خورشيد هو صفوت الشريف، وخصوصا بعد ما طلع الكلام اللي قال ان عمر خورشيد اتصدر في الدفاع عن سعاد حسني، وانه كان عايز يتكلم في اللي عمله معاها صفوت الشريف في الستينات. ده غير بقى ان تم القبض على صفوت الشريف في قضايا الكسب غير المشروع والفساد المالي والاداري اللي اتقدم فيها صفوت الشريف لمحاكمات، وتم الحكم على صفوت الشريف في 2016 بالسجن 5 سنين، لكن في 2018 تم تخفيف الحكم ل3 سنين عشان يخرج بعديها من السجن. وبالرغم من كل اللي اتقال على صفوت الشريف الا ان الكل اجمع بما فيهم اعدائه على ذكاء صفوت الشريف الحاد الغير طبيعي، وعن ذاكرته الحديديه الفولاذيه وهدوءه الغير طبيعي في الازمات المرعبه والتعامل معاها ببرود غير طبيعي، وانه بيقدر يوصل لهدفه مهما كان الهدف بمنتهى السهوله والبساطه، وده اللي خلاه ينجح وبامتياز في كل المناصب اللي مسكها نجاح غير عادي، لدرجه خلت ناس كتير جدا من القريبين ليه قالوا ان كل الاشاعات اللي طلعت عليه هي مجرد اشاعات ملهاش اي دليل، وان الراجل مثال للتواضع والعرق والكفاح المشرف، وان اعداء النجاح هم اللي طلعوا الكلام ده كله عليه ولفقوا له كل الاتهامات اللي اتقالت عنه، وان صفوت الشريف ترفع في الرد عن كل هذه الادعاءات واكتفى بانجازاته العظيمه اللي حققها على ارض الواقع، وانه خلى مصر مناره للاعلام في عهده وصاحبه اول قمر صناعي ومدينه للانتاج الاعلامي عالميه. وفي 13 يناير 2021 كانت كلمة النهاية لازم تنزل ويموت صفوت الشريف ويسيب وراه جدل كبير علشان تنتهي القضية والكلام اللي اتقال عليه من أهل الأرض
لرب السماوات والارض واللي هيفصل في كل حاجه. خد بالك ان الانسان هيفضل سيره، والسيره هيفضل عمرها اطول من عمر اي انسان. ومهما عليت ووصلت وظلمت واتجبرت وغرك كرسيك او ضحك عليك اللي حواليك، فافتكر ان كلنا هنرجع للي خلقنا. بس سيرتك هتفضل موجوده لاولادك واحفادك، حلوه او وحشه، ورث هيتقال ويتحكي من عصر لعصر. وعشان كده صفوة الشريف اسمه بقى على كل لسان في مصر.